وكأن الله عز وجل لما نظر إلى قلوب العباد اصطفى يعني خير قلوب العباد وهو قلب محمد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني ليس بدعا من الرسل، فهو نبي كإخوانه من قبل ذلك من الأنبياء، ولكن يمتاز عن بقية الخلق بشيء. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. يعني الله عز وجل أعلم بخلقه قبل أن يخلقهم، فقال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وكأن الله عز وجل لما نظر إلى قلوب العباد اصطفى يعني خير قلوب العباد وهو قلب محمد. عشان كده احنا لما بنيجي نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتكلم عن خير قلب ونظر الله عز وجل إليه في قلوب عباده. يعني الله عز وجل اختار هذا القلب وقال هذا خير قلوب عباده، واختار خير القلوب بعد محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم أصحابه. خلاص. حتى المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي، فيقول في قوله عز وجل في القرآن: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فيقول عبد الله بن عباس في تفسير عباده الذين اصطفى يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا لما نيجي الناس نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتكلم عن رسول من الرسل. خلاص. فهو رحمة الله عز وجل إلى الناس. لما الله عز وجل أراد أن يرحم الناس مما هم فيه من الشرك والبعد عن طريق الله عز وجل الحق كما نرى من عادات الجاهلية والوثنيات والشرك وكذا، أراد أن يرحمهم فبعث إليهم الرسل. ولما أراد أن يرحم الناس إلى يوم الدين أرسل خير قلوب عباده إليهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم.